5 حاجات لو إحنا عملناها هتقدر تخلّينا نتجنب نوبات الصداع النصفي اللي بتيجي لنا كتير أوي وتحديدًا في رمضان. أول حاجة حاول إن أنت تتجنب الجفاف على قد ما تقدر، وده يتم عن طريق إنك تشرب كميات كبيرة أوي من المَيّة أثناء مواعيد الفطار بتاعك. فطول ما أنت قاعد كده حاول تشرب مَيّة، وطبعًا بلاش نتحايل ونشرب المياه الغازية أو الصودا أو المشروبات اللي فيها عصاير مُعلبة وفيها نسبة كبيرة من السكر، لإن الحاجات دي برضه مش بتعتبر إن هي مَيّة بس وتساعد على تقليل الجفاف، لأ هي كمان بتحتوي على كمية كبيرة من السكر، وبيني وبينك كده السكر ده هيكون عدوّك اللدود في رمضان، لإن هو بيرفع سكر الدم بسرعة وينزّله بسرعة، وبالتالي برضه هتصاب بالصداع. تاني حاجة مرتبطة بالحاجة الأولانية وهي إن إحنا نتجنب السكريات تمامًا، لإن الحاجات اللي بتكون غرقانة في الصوصات والشربات والحاجات دي كلها برضه بترفع السكر بتاع الدم جامد جدًا، وده بيخلّي يحصل صداع عالي أوي نتيجة الhyperglycemia أو تنزّله مرّة واحدة، وده برضه بيعمل صداع جامد جدًا. طيب نحاول ناكل إيه بقى في رمضان؟ أول حاجة إن إحنا ممكن ناكل أكل غني بالبروتين زي الأسماك أو اللحوم أو الفراخ أو المكسرات، لإن الأكلات دي بترفع السكر بتاع الدم بالتدريج، ولو هينزل بالتدريج، فبالتالي مش هتأثّر عليك في نوبات الصداع. تاني حاجة إن إحنا نهتم بنومنا بشكل كويس أوي، نحاول إن إحنا ننام في مواعيد محددة ولعدد ساعات كافي، وبالتالي نتجنب من نوبات الصداع. تالت حاجة أرجوك لو الدكتور بتاعك قايل لك على جرعات احترازية أو جرعات وقائية، فمهم إن أنت تاخدها وتلتزم بيها، علشان تتجنب خالص نوبات الصداع النصفي. ولو جد أي عرض جديد عن الأعراض المعتادة إنها بتيجي لك، لازم ترجع للدكتور بتاعك فورًا وتبلغه بالحالة بتاعتك. ولو عندكم أي مشاكل تانية بتقابلوها مع الصيام اكتبوها لي في الكومنت. باي.